فإمتى نطمن ونكمل في البيت، وإمتى نقول لازم نروح المستشفى حالا؟ نطمن وما نقلقش لو رش بسيط وكحة خفيفة، النفس مقبول وطبيعي، الطفل بيرضع كويس، ودي أهم علامة وأهم مؤشر في العمر ده، إن الرضاعة كويس، عدد الرضعات كويسة، بعدد الحفاضات المبلولة اللي بيعملها طبيعي، معناها إن هو واخد كفايته من الرضاعة، صاحي وبيلعب حتى لو الكحة طولت شوية، طالما التنفس طبيعي الوقت ده احنا نطمن. امتى لازم تروح الطوارئ فورا؟ العلامات اللي ما تستنيش عليها وتروح الطوارئ على طول: نفس مش طبيعي، نفسه سريع، في تزييقه في صدره، نهجان مع الرضاعه، رافض الرضاعه وبياخد اقل من نص الكميه اللي بيرضعها طبيعي، زرق حوالين الشفايف او تحت الضوافر، نايم بزياده عن طبيعته. ونيجي للحاجه المهمه في الفيديو النهارده، هي ازاي نحمي طفلنا من الار سي في او الفيروس المخلوي. الحمايه بسيطه بس محتاجه التزام ووعي. اهم 5 خطوات عامه نحمي بيهم الطفل: غسيل الايدين كويس قبل ما نتعامل مع الطفل، ممنوع نبوس الطفل، تقليل الزحام والزحمه والزيارات حوالين الطفل، نوع التدخين نهائيا في البيت او في العربيه، تنظيف الاسطح المحيطه بالطفل، لو في طفل مريض بدور برد نعزله بعيد عن الطفل في البيت. ايه الجديد في الوقايه؟ الخبر الحلو دلوقتي ان بقى عندنا اساليب نحمي بيها الرضيع من الفيروس المخلوي.